السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بعجينة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. مش هياخد معانا وقت ولا جهد خالص، وهنعمله بأسرع طريقة. النهاردة عملنا الحواوشي الاسكندراني بالعجين، وعملنا كمان الحواوشي على جبنة، حطينا كمان عليه جبنة موتزاريلا وزيتون وطماطم. بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على رسوله، تنزلوا تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. هنا انا جبت معايا بولة، هنزل ب3 كوبايات من الدقيق. انا هنا المقدار اللي هعمل بيه الدقيق، هعمل بيه كل حاجة هستخدمها في العجينة. دي الكوباية اللي هستخدمها معايا في مقدار الدقيق، ودي تاني كوباية، ودي كوباية كمان. انا هستخدم 3 كوبايات في معدل نص كيلو من الدقيق. معايا معلقة سكر كبيرة، معايا كيس من الخميرة الفورية، معايا نص معلقة من الملح صغيرة، ومعايا كوباية من مية بتكون دافية. ده كل اللي هنستخدمه في العجين النهاردة. هنعجن الاول وبعد كده نحط معلقتين من الزيت، بس هنعجن لحد ما الدقيق كله يدخل في بعضه ويتعجن معايا. هنا ال3 كوبايات دي هنستخدم كوباية من المية بنفس المقدار برضو. هنا هنزل عليهم بمعلقتين من الزيت. هنا هنتأكد كويس ان العجينة اتعجنت معايا، مفيش اي حاجة قاعدة في البولة. ونعمل كمان العجينة كويس قوي عشان تطلع معايا مظبوطة. هنا جبنا ستريتش وهنغطيها، هنغطيها كويس عشان ما يدخلهاش اي هوا عشان تخمر معايا بسرعة. هنا جبنا كبة ونزلنا ببصلاية كبيرة. وهنا معايا فلفل الوان حامي وبارد. نضربهم كويس قوي في الكبة وهنعمهم كمان. ده كل اللي هنستخدمه مع اللحمة المفرومة، بصل وفلفل الوان. هنعمهم كويس قوي. ده كل اللي هنستخدمه مع اللحمة المفرومة. مش هستخدم طماطم هنا، فلفل الوان حامي وبارد وبصل بس. كده بعد فرمتهم ونعمتهم. انا مش عايزاهم ناعمين اوي ولا خشين اوي، عايزاهم وسط. هنا انا مستخدمه لحمه مفرومه، مستخدمه ربع كيلو من اللحمه المفرومه. نزلت عليهم بالبصله والفلفل الالوان. هنا دي بهارات جديده نازله، ده 11 بهار زي بهارات الحواوشي بالظبط، او 7 بهارات بس زايدين عليها بهارات كمان اضافيه. ريحتها وبهاراتها حلوه خالص. وهنا استخدمت معلقه من الفلفل الاسود. هنا مش هستخدم ملح عشان البهارات فيها ملح، ولا حابين برضو ملح هنزود. ده كل اللي هستخدمه في عجينة الحواوشي. كده خلصنا الحشوة اللي من جوه. هنا جبت العجينة بعد ما خبرت معايا وتضاعف حجمها. شايفين هشة جدا عشان عجنينها صح. هنا نزلت بالرخامة معلقة من الزيت، ونزلت بالعجينة اللي احنا نزلنا بيها وخمرت معانا. بقى كده نقسمها. انا هنا هعمل رغيف حواوشي مش كبير قوي ولا صغير قوي، هعمله وسط. هنبدأ نقطعها كده. هنشوف العجينة تعمل معانا قد ايه. عملت معايا 6 ترغيفة من الحواوشي. هنبدأ بقى نجيب كده ونحشي. حطينا الاول عليها حبة من الزيت، ونزلنا بالحشوة. نبدأ نقفل كده، هنقفلها كويس من تحت عشان ما تتفتحش معانا. هنجيب تاني رغيف ونحشيه كمان. انا هحشي معاكم 2 وبعد كده هعمل الباقيين.
بتحشي سهل جدا وسريع كمان. كده بعد ما خلصت 6 رغيفة، ده اخر رغيف عملته. كده خلصنا 6. هنبدأ هنا نجيب صينية هنحط فيها رشة من الزيت عشان العجين ملزقش معايا. انا هنا الصينية مش كبيرة قوي، مش هتاخد 2، تاخد 1 بس. زي ما قلتلكوا العيش الحواوشي احنا مش عايزينه كبير، عايزينه وسط، ولا صغير قوي ولا كبير قوي، يتفرد معانا بكل سهولة. هنجيب رشة من الزيت وهندهن وشه كله. وهنجيب رشة كمان من السمسم، اللي عنده حبة البركة ماشي، واللي ما عندوش حاجة خالص ومش حابب يحط اي حاجة من فوق برضو تمام. هنبدأ نفرد كده زي ما انتوا شايفين. قلتلكم حاول ما نكترش اللحمة المفرومة في الحواوشي، ابو عجين بس العيش البلدي عادي خالص نكتر فيه مش هيطلع منه. نبدأ نحط سمسم، وهنا جبت رغيف حواوشي حطيت فيه طماطم وفلفل وزيتون. هنبدأ كده هفرد الاتنين. انا هنا جبت صينية الفرن الكبيرة شوية تشيل 2 جنب بعض. هبدأ بقى كده اجيب الجبنة الموتزاريلا من فوق واحطها. المتوفر عندك جبنة رومي او جبنة شيدر. كده بعد ما خد 10 دقايق في الفرن يستوى من تحت وطلعناه فوق في الشواية. كده شكله، ده شكل الحواوشي اللي الحواوشي الاسكندراني. وده كمان الحواوشي اللي حطينا له جبنة موتزاريلا وزيتون وفلفل. حبيت اوريهولكوا برضو لسه في الفرن 2. زي ما قلتلكوا عملوا معايا 6 رغيفة. عملوا معايا كمية حلوة كبيرة. حبيت اوريكوا الحواوشي اللي بالجبنة الموتزاريلا. هوريكوا برضو الحواوشي التاني اللي بالعجين اللي مفيهوش جبنة سادة. هوريكوا ده وهوريكوا ده. مش هتفرقوا جدا عن بتاع بره، بالعكس احلى وانضف بكتير. شوفوا بره دلوقتي وصل كام الرغيف. احنا عملنا بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. عمل معانا كمية حلوة قوي. وزي ما قلتلكوا انا العيش مش عايزاه تخين معايا، عايزاه خفيف، فما نكترش فيه اللحمة المفرومة من جوه. لو حابة تخن الرغيف شوية معاكي فهتكتري اللحمة المفرومة. ده كده الحواوشي اللي عملناه بالجبنة والحواوشي السادة، الاتنين احلى من بعض. مخدوش معايا وقت خالص، بالعكس احلى وانضف. انتي اللي هتعمليه في البيت وانتي عارفة تعملي بلحمة ايه. وكده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. طلعت كمان باقي الحواوشي اللي كان معايا في الفرن. عملنا 4 رغيفة سادة و2 بالجبنة الموتزاريلا. جربوها الطريقة تعجبكم قوي. حابة اعرف رأيكم في التعليقات. عايزة لايك حلو وكومنت كمان احلى منكم. هستناكم تقولوا لي رأيكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة. اشوفكم تاني في فيديو جديد.